اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. اللهم لك أسلمنا، وبك آمنا، وعليك توكلنا، وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه، وأوله وآخره، وباطنه وظاهره، والدرجات العلى من الجنة، والدرجات العلى من الجنة، يا ذا العطاء والفضل والمنة. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات، وترك المنكرات، وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأعل بفضلك كلمة الحق والدين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح ووفق أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق ولاة أمرنا إلى ما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى، وهيئ لهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. اللهم وفق ولاة أمرنا في بلاد الحرمين، ووفق ولاة الأمر في هذه البلاد يا رب العالمين، وفي كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، وقض الدين عن المدينين،
واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح نساء المسلمين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم كن لإخواننا المضطهدين في دينهم في كل مكان. اللهم أنقذ المسجد الأقصى، اللهم أنقذ المسجد الأقصى من عدوان المعتدين. اللهم اجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين. اللهم كن لإخواننا في بلاد الشام وفي أراكان وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم أصلح حال إخواننا في اليمن وفي العراق. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، واحفظ عليهم دينهم وأنفسهم وأعراضهم وأموالهم وعقولهم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم. برحمتك نستغيث فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله. اللهم أدم علينا عقيدتنا وأمننا وإيماننا واستقرارنا ووحدتنا وقادتنا. اللهم وفق الرعاة والرعية، اللهم اجعلهم على الخير مجتمعين متعاونين يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق، اللهم اجمعهم على الكتاب والسنة، اللهم اجمعهم على الكتاب والسنة يا ذا العطاء والفضل والمنة. اللهم احفظ المسلمين من شرور الإرهاب والطائفية يا ذا الجلال والإكرام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الله